قيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا بالافتقار إليه. اللهم اغننا بالافتقار إليك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تتواصل هذه المجالس بحول الله وتوفيقه في مدارسة سنن أبي داود، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ هذا الدرس، هنالك فوائد مهمة ذكرها بعض مشايخنا فيما يتعلق بدراسة كتب الحديث، كتب السنة المسندة. وهذه الفوائد كثيرة جدا، فمنها: أولا، اتصال الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واتصال الإسناد من فروض الكفايات، فيتحقق هذا الفرض الكفائي. ثانيا، اتصال الإسناد بالصحابة، لأنهم هم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل كما قاله ابن القيم رحمه الله، وهاتان ميزتان وخاصيتان لم تحصل لغيرهم. ثالثا، إحياء سنة دراسة الحديث على طريقة السلف الصالح، فإنهم كانوا يقرؤون السنة ويستشرحونها ويختمون كتب السنة. رابعا، إشغال السمع بما ينفع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن هذا من أنفع ما يكون، بدل أن يضيع الإنسان وقته في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يشغل وقته بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيه. خامسا، إشغال الفكر بما ينتج، فهذا ينتج لك علما وفقها وإيمانا وعملا إن شاء الله، ودعوة وصبرا. سادسا، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما جاء في جامع الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، تصحيح النسخ، سيما وأن كثيرا من النساخ ليسوا على علم، بل بعضهم كان من أهل الأهواء، بل بعضهم كان من أهل التشيع، لأنها كانت مهنة. النسخ هذه كانت مهنة، ولذلك يستفاد من دراسة كتب السنة تصحيح النسخ ومقابلتها على النسخ الصحيحة التي لا إشكال فيها. ثامنا، تعرف كم طبقة بين أصحاب الكتب وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينك، يعني تنتظم أنت في سلك أهل الحديث في هذه السلسلة المباركة، فيكون بينك وبين أصحاب الكتب رجال كما بين أصحاب الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم رواة. تاسعا، تعلم الصبر على طول المجالس في سماع العلم. وقديما كنا نجلس 10 ساعات عند الأشياخ في اليوم الواحد، 10 ساعات في دراسة كتب السنة والتفسير. ولذلك طالب العلم يتعود طول المدة أن يجلس وأن يصبر على مجالس
سماع الحديث وشرح الحديث. إذن تعلم الصبر على طول المجالس، وهذا يهيئك للجلوس لما بعده، لقراءة الكتب وتلخيص الكتب والتأليف للأمة ونحو ذلك. بعض مشايخنا يقول إنه يقرأ في اليوم أكثر من 18 ساعة، 18 ساعة، وبعضهم 10 ساعات، وبعضهم قال إذا لم يقرأ 10 ساعات فإنه يمرض. 10 ساعات يمرض. أما كثير من الناس لا يقرؤون إلا ساعة واحدة. والله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. 10 التدرب على المتابعة وقوة الملاحظة، فهذه المجالس تدربك على هذا. 11 التعود على القراءة الصحيحة بسرعة مناسبة، وجرد المطولات، وقراءة دواوين الإسلام الكبار. 12 تعيش بروحك ووجدانك مع الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وهم القوم لا يشقى بهم جليس، لا يشقى جليسهم. 13 الجلوس في مجلس يرجى فيه قبول الدعاء، لأنها مجالس ذكر وعلم. وقد روى الشيخان في صحيحيهما أو في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. 14 الجلوس معصوما من المعاصي المنتشرة بسبب البقاء في حلق الذكر ومجالس السماع. يعني الإنسان إذا لم يجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر تتخطفه المجالس الأخرى، مجالس المعاصي والسيئات ومجالس الدنيا والغفلة. 15 الجلوس والعكوف في المسجد عبادة، هذا الجلوس في حد ذاته عبادة، فكيف إذا كان في مجالس العلم. 16 حصول أجر الجلوس بعد الصلاة في المسجد، فإن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وما دام في مصلاه
فيحصل هذا الأجر وينل دعوة الملائكة للجالسين. 17 حصول أجر السعي إلى طلب العلم وهو من الجهاد في سبيل الله. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كتب له أجر حاج تامة حجته. الله أكبر، تحج وأنت في البلد بجوار الزوجة والولد، لا تخاف مشقة ولا كبد، أنتهى هنا. 18 حصول أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو نوع رباط ودرك لدعاء الملائكة. 19 الحصول على أجر مجالس الذكر، وهي كثيرة ومتنوعة. 20 حفظ الوقت في بيت من بيوت الله، والوقت أكثر ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأحسن منه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. 21 زيادة الإيمان بزيادة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم لما تسمع عنهم وعن أخبارهم. 22 سماع الفرائد والفوائد من المشايخ الذين تقرأ عليهم كتب الحديث. 23 ضبط غريب ألفاظ الأحاديث، كلما مرت عليك كلمة غريبة في الحديث فإنك تضع عليها علامة وتنظر معناها، وهذا يسمى غريب الحديث. الفائدة 24 طريق لنيل رفعة العلم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. 25 العلم بما يعينك في دعوتك إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. 26 العيش مع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حصلت له أحوال كثيرة، وكيف نطق بهذه الأحاديث وهو أمي مما يدل على أن ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. فحينما يحدث أصحابه بهذه الأحاديث كأنه يحدث من صحيفة بين ناظريه صلى الله عليه وسلم. وكيف حفظت هذه الأحاديث، وكيف رويت، وكيف راعى الصحابة والرواة الدقة في نقل هذه الأحاديث وفي نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كأنه صفحة بيضاء كالشمس المشرقة في جبين هذه الأمة شرفها الله. 27 العيش مع الصحابة رضي الله عنهم من خلال أسباب ورود الحديث النبوي ومن خلال رواياتهم. 28 غض البصر عما يحرم، فإن هذه المجالس من أعظم ما يحفظ به العين من التركيز والنظر في سطور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه المستور. 29 القيام بفرض الكفاية في استمرار اتصال سند هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم. 30 كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا ينال
بذلك العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. الفائدة 31: لقط الفوائد الإسنادية من خلال هذه المجالس. 32: لقط الفوائد العلمية وأدلة الأحكام الشرعية. 33: المرور بأحاديث الأخلاق، فتهذب أخلاقك يا طالب العلم بما يمر عليك من مواقف الحديث ومواقف رواته. 34: المرور بأحاديث الفضائل، فتزداد رغبة في عمل الطاعات. 35: المرور على أحاديث العقائد والأحكام والفضائل والأخلاق، فتسمع ما لم تسمعه من قبل. 36: المرور على أسود السنة ورجالات الحديث وأسماء الرواة وعلماء الإسلام وحملة الشريعة، فتترحم عليهم وتعلق بأذنك على أحوالهم وأخبارهم، وتعلق أسماؤهم بقلبك بعد مرورها بأذنيك. 37: المرور على كتاب كامل، وهذا مثل من يقرأ القرآن كاملا، وإذا استشرحت لك هذه الكتب فأنت تكون مثل من يقرأ القرآن مع تفسيره كاملا، فأنت قرأت ما يبين القرآن وهو سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير وإلى خير، حتى إذا ما فهمت شيئا فأنت في خير، فما ظنك وأنت تفهم أكثر مما لم تفهمه. 38: معرفة اتصالك ببعض العلماء الذين كنت تقرأ عليهم وهم مشايخك من خلال الإسناد، فتقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر عسقلاني من مشايخنا في الإسناد، لأن إسنادك يتصل بهؤلاء الأعلام. 39: معرفة أسباب النزول من خلال قراءة الأحاديث في ذلك. الفائدة 40: معرفة الأحاديث النبوية المرجحة للأحكام الشرعية في المسائل المختلف فيها. الفائدة 41: معرفة الناسخ والمنسوخ من خلال سماع الأحاديث في ذلك. 42: معرفة امتيازات المصنف والمصنف تصريحا أو تلميحا، فكل مصنف له امتيازاته، وكل مصنف له اصطلاحاته، فتعرف ذلك. 43: معرفة بعض أهل العلم المهتمين بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 44: معرفة بعض علل الأحاديث إما تصريحا أو تلميحا. 45: معرفة نهج المصنف في الكتاب ترتيبا وتصنيفا بالمرور على الكتاب كله. 46: ملاقاة طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع بهم في مجلس الحديث. 47: نضارة الوجه لما رواه ابن ماجه بسند حسن عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 48: هذه المجالس تزيدك خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. 49: هذه المجالس من الطرق الموصلة إلى الجنة،
لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الفائدة 50 هي الطريقة الوحيدة لقراءة المطولات، يعني بجرد هذه المطولات، فكم من طالب علم بل وعالم لم يمر عليها ولو مرورا بعد أن أعرض عن مثل هذه المجالس. فأقل شيء أن تمر على هذه الكتب، فما ظنك بمرورك عليها وقد استشرحها لك شيخك. الفائدة 51 الوقوف على الأحاديث ومعرفة أحكامها مختصرة. 52 الوقوف على بعض الأحاديث التي تخصص عموم بعض الأحاديث العامة الأخرى. 53 الوقوف على بعض الأحاديث التي تقيد المطلق. 54 الوقوف على بعض الروايات التي توضح المبهمات التي في الحديث. 55 الوقوف على روايات للحديث الواحد تزيل الإشكالات وتوضح المبهمات، كما مر معنا كثيرا. وكذلك 56 اليقين الذي يحصل لك في مسائل النزاع بعد جمع الروايات وتنقيحها، فتخرج بالراجح بناء على أحاديث صحيحة تطمئن نفسك إليها، خلافا للأقوال التي تأخذها من كتب الفقه المجردة عن الدليل، وقد تكون هذه الأقوال مبنية على أحاديث ضعيفة. فهذه 56 فائدة لمجالس الحديث، سواء كانت مجالس سماع أو مجالس استشراح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروطها المعتبرة، بشروطها أي بشروط هذه المجالس المعتبرة عند أهل الحديث والأثر، فلا يثبطك شيء عنها يا طالب الحديث، واحرص عليها وكن من أوائل من يبادر إليها. وإن جعل الله تعالى لك مكنة فأقمها، أقم هذه المجالس، مثل هذه المجالس أقمها في منطقتك وفي مسجدك، وكن من الدعاة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزهد في ذلك ولا تستجيب لقول من يزهدك، واسمع كلام الأديب الكبير أحمد بن حنبل الشنقيطي الحسني وهو يقول: لا تسؤ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب العبس تعتام القتب، جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوك قطاف الجنى وإبار النحل مشتار الضرب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيل أهل الحديث، سبيل أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.